أنا بطالب بالقصاص العادل. أنا بطالب بالقصاص. أنا عايزة حق ابني وعايزة القصاص العادل. وأنا راضية بحكم ربنا. أنا راضية بحكم ربنا ثم حكم القضاء المصري، القضاء الشريف. ما يضيعش دم ابني ولا يضيع حق ابني. ابن عمري، ابن عمري وسندي وظهري وعيني اللي بشوف بيها. وخدوه غدر والله، وغدروا بيه وخدوه وغدروا بيه وهو قاعد في عربيته. خانوه وغدروا بيه الخاينين الثلاثة، خميس بن سكر وولاد هدى الاثنين، ولاد عادل الدح خانوه وغدروا بيه وهو قاعد في عربيته. انا بطالب بالقصاص العادل. انا عايزه القصاص العادل. انت بتصوري ولا لا؟ انت ما يهمكيش من اي حد واقف ولا اي حد يراقب. صوري متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي ومشاهدي موقع نيوز روم، مع حضراتكم في هذه التغطيه المستمره من امام محكمه جنايات طنطا. معكم مير عزيز مراسله محافظه الغربيه. ادعوا لي بالصبر. انا بقلبي بينزف دم، عينيا بتنزف دموع، ما عدتش بشوف عشانك يا ابني، يا ابن عمري، يلي خانوك وغدروا بك يا مبدئيا كده يا امي، يعني نذكر المشاهدين بالواقع. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل مع رضا ابني؟ لحظات انهيار للام من امام ارتاحي يا هدى، سكنتيه القمر يا هدى عشان بنتك يا هدى. كله منك انت يا هدى ومش هسيبك ابدا يا هدى. خلينا نعرف ايه التفاصيل، يا حاجه، ايه التفاصيل؟ يا قلب امك يا ابني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل عادل الدح عنده بنت اسمها شيماء. كانت متجوزه ابن عمتها سكر من كفر الدوار، ماشي. اسمه خميس. ومخلفه منه 3. تمام. وكل واحد راح لحاله وخلاص. وهي الله هو كان ابنك متقدم لها قبل ما تتجوز؟ واتجوزت وخلاص، كل واحد راح لحاله. اتجوز وخلف وخلاص. تمام. وبعدين جت غضبت. وبعدين امها قابلته في السكه. قابلت مين؟ قابلت ابنك؟ قابلت رضا. وبعدين وقالت له يا رضا ده هي اتطلقت وتعالى خدها. قالت له اتطلقت يا رضا. اتطلقت وتعالى تزوجها، مظبوط؟ تعالى اتجوزها يا رضا. شيماء اتطلقت يا رضا. قال لها اتطلقت؟ قالت له قال لها انا معايا مراتي ومعايا عيالي. قالت له استر عليها يا رضا، اخواتها مش طايقينها تقعد في البيت يا رضا، وكرشنها ساكنه برا. جمها اللي قالت كده. وبعدين يا ام قال لها ازاي؟ قالت له زي الناس وانا ابني غلبان. وسمع كلامها وراح خدها مقدم لها وامها معاه، وقالت له خدها يا رضا ومشي بها من البلد. وحياة رحمة الغالي انا ما اعلم بده كله الا من ابني اللي بيقولوا ده. انت اللي كنت شايفه روشته ومقعده في اسكندريه. انا ما اعرفش حاجه. ابنك جه حكى لك قال لك ايه يا حاجه؟ اما انا علام قلت له لا يا رضا ما ينفعش يا ابني دي تمشي تروح لاهلها. قال لي لا يما ده انا اتجوزتها. اتجوزها وهو معاها لقاها بتتكلم في التليفون. وبعدين قال لها في ايه؟ انت بتكلمي من جايته؟ ما بكلمش حد. خد التليفون بص فيه لقاها بتكلم اخت خميس، بتكلم اخت جوزها اللي هي مخلفه منه 3 عيال. القصص. وبعدين قال لها انت بتكلميها ليه؟ صح؟ قالت له عشان تبعت لي هدوم للعيال. قال لها لا انا ما سمحتش كده بقى، انا سامع ان انت بتكلميها وخميس وخليه يطلقني وانت ما اتطلقتيش زي امك ما قالت. قالت له لا يا رضا ما اتطلقت. راح ضاربها وراح كرش.
اه طبعا لما عرف ان هي جامعه بين زوجين هو والاولاني راح ضاربها وراح كرشه. يعني على طريقه وداد اللي كانت في جعفر العمدة، مسلسل جعفر العمدة. ايوه هي دي والله العظيم والله العظيم. وانت ما كنتش تعرفي حاجه وما عرفتي؟ وحياة رب الكعبه وحياة النبي اللي زرته اللي هي حصل ابني، انا ما كنت اعلم بحاجه ولا اعرف حاجه. ولما عرفتي؟ ولما عرفت قلت له يا فين يا رضا؟ قال لي كرشتها يما. قلت له احسن يما، خلاص يا رضا، خلاص يا رضا، مالكش دعوه بالعالم دولت يا رضا. قال لي لا يما خلاص، ده ما هي اللي كانت جايله لي وماشيه معايا بعلم ابوها وبعلم امها. عادل الدح، عادل الدح. يعني ابوها وامها كانوا عارفين ان هي على ذمه راجل وراحت اتجوزت راجل تاني؟ والله يا ابوها وامها عارفين. وبعدين يا امي؟ وبعدين لما ابني كرشها، اما ابني كرشها راحوا اخواتها الاتنين مطالبين ابن عمتهم بقى اللي هو جوزها. ابن عمتهم سكر دي اللي هو جوزها خميس، وحضروا نفسهم وراحوا له على السريع وهو واقف بالعربيه بتاعته في المغسله، وراحوا جايين له من ورا من الخلف. اول ما ضربوا عجله العربيه عشان ما يعرفش يجري، وراحوا ضربينه وموتينه وهو بقلب العربيه. ضربوه بايه يا امي؟ ضربوا بالنار. ابنك كان شغال ايه؟ كان شغال ايه ابنك؟ كان عربيه نقل كبيره بتاعت اشرف الاشكار. النهارده الجلسه الاخيره لمحاكمه المتهمين. بطلب بالقصاص، بطلب بالاعدام. اللي خلص على ابنك هو زوجها، مظبوط؟ خميس ابن سكر، خميس ابن سكر، خميس ابن سكر اللي ضرب ابني بالنار. القصاص يا رب، حكمني يا رب يا محكمة. حق رضا في الأرض ولا في السماء يا محكمة؟ حقك فين يا قلب أمك؟ حق ابني عندك يا رب، سندي وظهري يا رب، يا رب يا رب. أنا ماليش غيرك يا رب. خربت الدنيا شيماء بنت عادل الدح. أولاد ابنك فين؟ ولاد ابنك فين دلوقتي؟ ولاد ابني معايا، ولاد ابني معايا 9 سنين و5 سنين. أنا اللي بجري عليهم وأنا اللي بأكل وأنا اللي بصرف. ولاد ابني في عينيا ومعايا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا هدى، مش هسيبك يا هدى. انت شفت المتهمين النهارده؟ شفت المتهمين النهارده؟ لسه ما شفتهمش، لسه انا ما شفتهمش. لو كنت شفتيهم كنت قلت لهم ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تطلع تحرق وتنزل تدعك في الارض في الثلاثه، في الثلاثه. انت دارت محادثه بينك وبين اهل المتهمين؟ لا 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 دلوقتي حالا كانت قدام المحكمه، قلت لهم ايه؟ قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت لهم ما علمش بحاجه. عنايات البسطويسي هما كانوا فاكرين ان انت عارفه كل حاجه وجايبه له شقه في اسكندريه. عنايات البسطويسي ما هو يبقى عمتها سكر وابن عمتها خميس وقرايبها التانيين، ما كلهم بسطويسي ببعض، كلهم عيله ببعض يا اخي، كلهم عيله ببعض. عنايات البسطويسي. خلينا نقول انت غلطانه، انا مش غلطانه يا عنايات، انا ما اعلمش بحاجه يا عنايات. ده كاس وداير يا عنايات. تسلف وتخلف يا رب، تسلف عليهم كلهم يا رب. يدقوها ويشوفوها على اللي يجي عليا، يدقوها ويشوفوها يا رب، يدقوها ويشوفوها يا رب، يدقوها ويشوفوها. انا عايزه حق ابني، انا بطالب بالقصاص، انا بطالب بالاعدام، انا عايزه القصاص العادي. قصاصك انت يا رب، حقك يا رضا لو ضاع في الدنيا مش ضايع عنك. لا، كل الثقة في الله ثم في قضائنا المصري العادل والعاجل والناجز ان هو يقتص الحق ابنك ان شاء الله. يا قطع مصر، يا قطع مصر، عشمك كبير في الجو يا قطع مصر.
متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي ومشاهدي موقع نيوز روم، نحن الآن في انتظار الحكم على المتهمين اللي خلصوا على حياة رضا على طريقة وداد في مسلسل جعفر العمدة، على ذمة زوجها وخدعت التاني وتزوجته عرفي وقالت له أنا اتطلقت. وبعد ما تزوجته عرفي لما عرف طردها وتعدى عليها بالضرب وطردها. وبعد كده أهل الزوج الأولاني يعني خلص على الزوج الثاني. يعني كل الثقة في الله ثم في قضائنا المصري العادل والعاجل والناجز ان هو يقتص حقه. متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي ومشاهدي موقع نيوز روم، بكده نكون وصلنا لختام البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اللي شفت سكته وشفت وجعته في ايديهم يا رب. لو كنت شفتهم يا قلبي، لو كنت شفتهم يا قلب امك.